السلام عليكم إخواني أخواتي الفنانين، وتقبل الله صيامكم وقيامكم. مرحبا بكم في هذا البث للحلقة الرابعة لبرنامجكم فنان في رمضان، من إعداد جريدة الشاملة بريس وتقديم أخوكم مراسل الشاملة بريس الفنان عبدو الرباع. الحلقة الرابعة اليوم ضيفتنا ضيفة ما شاء الله عليها وعلى تاريخها الفني حافل جدا جدا بمحطات يعني الخالدة الفنية، ولها بصمة كبيرة في المعهد الموسيقي وكذلك في المجال الفني. إنها الأستاذة نادية الصافي. أختي نادية الصافي، مرحبا بك ولك الكلمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم، كل عام وأنتم بخير، تقبل الله صيامكم وقيامكم. معكم مطربة نادية الصافي من مواليد مدينة الدار البيضاء. البداية ديالي كانت منذ الصغر، يعني بالأنشطة المدرسية، ثم التحقت بالمعهد الموسيقي، يعني لدراسة أصول الموسيقى العربية، بحيث أنني درست الموشحات العربية عند الأستاذ أحمد بن عابد، وكذلك درست السولفيج عند الأستاذ عبد الرحيم زرهون رحمه الله، وكذلك تعلمت العزف على آلة العود عند سلة من الأساتذة، من بينهم الأستاذ محمد حريز وكذلك الأستاذ القدير عبد الله عصامي. وقد يعني كانوا هاد الأساتذة كلهم يعني كيحفزوني على الاجتهاد، وكانوا يعني يشجعوني باش نزيد الأمام، بحيث أنهم لقوا عندي يعني مؤهلات فنية، فدائما كانوا كيشجعوني. شكرا أستاذة الصافي، شكرا أختي. السؤال الثاني، شنو هما الأعمال اللي دارت والإنجازات اللي دارت الأستاذة الصافي، واش كاين شي جديد عندك؟ يعني إن شاء الله باش نتعرفوا عليه أنا والإخوان والأخوات الفنانين داخل وخارج الوطن. من بين المشاركات، يعني عندي مشاركات محلية ووطنية وكذلك دولية. من بين المشاركات المحلية هناك يعني مشاركتي في برنامج سباق المدن، وكذلك مشاركتي في برنامج أضواء المدينة وبرنامج نجوم الغد. كذلك هناك يعني مشاركة ديالي في مهرجان الأغنية المغربية بمراكش، ومهرجان الأغنية العربية بالدار البيضاء. وبما أن يعني كاين هناك مشاركات دولية كمشاركتي في المهرجان الفرنكوفوني بالديار الأمريكية، ومشاركتي بمعرض الكتاب بالإمارات العربية، وبما أنني كنت عضو بالفرقة المغربية للموسيقى العربية برئاسة الأستاذ صلاح المرسلي الشرقاوي، فكانت عندي يعني مشاركة لي بالبرنامج التلفزيوني هذه ليلتي. كما كانت مشاركات يعني خارج الوطن بتونس ومصر وكذلك بسلطنة عمان. من بين التسجيلات اللي قمت بها يعني قمت بتسجيل أغنية عاد الخير، أغنية حضر عقلك، أغنية لك العزيز بلادي، وأغنية قصيدة عشق، ثم قصيدة أغنية اللي حب عمره ما ينسى. أنا الآن يعني حاليا قمت بتأسيس جمعية للثقافة والإبداع، وهي جمعية فنية، جمعية أهل الفن، اللي كترتكز على كورال أهل الفن للطربيات والموشحات العربية. فما أحوجنا للطربيات وما أحوجنا للزمن الجميل. كنتمنى إن شاء الله بهذه الجمعية نمشيو للأمام ونكونوا إن شاء الله في تألق وفي ازدهار. شكرا الأستاذة نادية. وسؤالي الأخير لنادية،
الصافي. مؤخرا كما سلف الذكر كاينين حساسيات وقعوا، كاين مشكل يعني واحد المشكل كيسود مؤخرا حتى هو تطور كان، ولكن تطور ما بين الفنانين، هو داك سوء التفاهم بيناتهم او حساسيات او خصومه، او مثلا عدم المساعده مع بعضياتهم، او حسد كراهيه، شي حاجه بحال هكا. بغينا هادشي نداواو منه، ما بغيناش يبقى ما بين الفنانين، لا المبتدئين ولا المحترفين ولا مع بعضياتهم. مثلا ما شنو هي الرساله ديالنا ديال الصافي للفنانين المغاربه قاطبه؟ النصيحة ديالتي للفنانة، لإخواني الفنانة، كنتمنى إن شاء الله يعم السلام بيناتهم، يعني بين الفنانة، بين الفنان والفنان، يعني ما يكونوش دوك المناوشات، وما يكونش الحقد والحسد، يكون تعاون، يكون تضامن، يكون الفنانين يعني يديروا اليد في اليد، ودائما يكون الاجتهاد، تكون المثابرة، وشي يعاون شي، وبالدارجة العامية يعني اللي كنحيدو ديك باك صاحبي، هذا الفنان ديال المهجر يتعاون مع الفنان ديال داخل الوطن، وباش نزيدوا بالفن ديالنا للامام ان شاء الله، ونكون دائما نعيشوا داك الحب ديال الفنانه، يعني ما يكونش بيناتنا يعني كيف قلت انايا داك الحقد وداك الحسد، ونمشيو دائما للامام ان شاء الله. شكرا لك اخي عبدو على هذه الاستضافه، ورمضان كريم، وكل عام وانتم بخير. كنتمنى نكون ضيفه خفيفه على قلوب المشاهدين.